مرحبا، كيفكم؟ اليوم الفيديو راح يكون عن ازاي تلم الجغرافيا وتحل عليها في يوم واحد بس حتى لو ما فتحتهاش من اول الترم. بس قبل ما نبدا الفيديو ما تنسوش تحطوا اللايك والشير والسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل فيديو جديد عملوه على الشانل. وبس يلا بينا نبدا بالفيديو. Let's go. اول حاجه انا عارفه ان انا متسرعه في الفيديو وعارفه ان انا ممكن الخبط في بعض المعلومات في الفيديو. ان شاء الله المعلومات كلها تكون صح، بس اكون متلخبطه بس في ترتيب حاجات. انا متوتره وامتحاني بكره فمش فايقه شويه، والمفروض ان انا خلاص بعد ما ذاكرت وخلصت اللي ورايا اعمل لكم الفيديو علشان ما اكونش ناسي اي حاجه، لان دي اخر سنه هحل فيها جغرافيا، فاللي هو ايه انا بطير المعلومات من عقلي بدري بدري كده. فبس يلا بينا نبدا. الفيديو ده خلاصه الجغرافيا وازاي نلمها. اهم حاجه انكم ما تشيلوش هم ان الماده مش هتعرفوا تلمها، ان الماده مش هتعرف تلمها وان هي كبيره والكلام ده ما تحطوش في دماغكم. الموضوع ببساطه هو انكم هتشوفوا فيديو كامل على المنهج على يوتيوب، تركزوا فيه قوي بالتفصيل وتستوعب كل حاجه المستر قالها، وبعدين تمسك كتاب الامتحان وتحل التمارين اللي في اخر الكتاب. هيقف معاك حاجات كتير وهتلاقي شويه حاجات كده انت ما كنتش فاهمها قوي في الشرح، الحل هيأكدها لك. كل ما يقف معاك حاجه في الحل انت هتشوف فيديو على اليوتيوب حد بيحل الحاجة اللي انتوا وقفتوا فيها دي فتعرف الصح، فتبقى خلاص كده المعلومة اللي انت كنت هتقع فيها في الامتحان بإذن الله مش هتقعوا فيها دلوقتي علشان عرفناها تمام. فتمام كده دلوقتي لو عملتوا كده بصورة متواصلة والله المادة هتخلص معاكم في يوم واحد زي ما خلصت معايا في يوم واحد. بس انا ضغطت نفسي بصراحة ضغطة جامدة، فممكن تخلصوها في يوم ونص مثلا. وفي فيديو 10 دقايق من الجغرافيا هتشوفوه هتخلصوا كده، هتستوعبوا كل اللي اتقال مرة تانية. هقول لكم حاجة كمان، انتوا اول حاجة هتعملوها هو انكم هتصحوا من بدري علشان تذاكروا المادة دي اللي هي الجغرافيا يعني. فهتبدأوا انكم تشوفوا فيديو كامل للشرح على يوتيوب. بعد ما تخلصوا وانتوا بتذاكروا كده هتبدأوا انكم تتابعوا من الكتاب وتعلموا زي كل درس بنعمله عادي جدا وكل مادة بنذاكرها. بعدين هتجيبوا الكتاب بتاع الامتحان او اي كتاب تاني طبعا انتوا بتستخدموه، بس افضل كتاب الامتحان. وهتبدأوا انكم ايه تحلوا. لو وقف معاكوا اسئله وما انتوش فاهمين السؤال روحوا لقناه على اليوتيوب بتحل الماده دي وبتحل من الكتاب ده وحلوا معاها. يعني مثلا وقفوا الفيديو وشوفوا الحل انتوا هتحلوه ايه، وبعدين افتحوا الفيديو شوفوا طريقه تفكير المدرس اللي بتحلوا معاه ايه عشان تاخدوا المعلومه منه وتاخدوا فكره ازاي هو بيفكر اصلا. بعدين خلاص حلوا امتحان بقى شامل وسيستموا الدماغ كده وخلاص تمام. بعدين بعدها بشويه كده في اخر اليوم كده خلاص انتوا خلصتوا قبل ما تناموا، حباكم انكم يعني انا عملت الحركه دي وبصراحه انا حسيت ان انا خلاص الجغرافيا كلها اتلمت معايا، حسيت ان هي كده حلوه. عملت ايه؟ لقيت فيديو على يوتيوب 10 دقايق او هو 9 دقايق ونص كمان لمم الجغرافيا كلها، بيحاول يفكرنا بالمنهج كله كده سريع على السريع. فاتفرجت عليه وحسيت برضو ان المعلومات رجعت لمخي تاني، وبعدين حليت امتحان شامل وخلاص كده تمام. فمش هتعملوا اكتر من كده يعني. تمام. هديكوا تبس كده نصيحه، مش عشان ما بدأتش المادة استثقلها قوي قبل ما ابدأها، لا ما تستثقلهاش قبل ما تبدأها. ادخل فيها هتعرف قد ايه الموضوع سهل، بس انت كنت مستثقلها علشان انت ما بدأتش وما تعرفش اي حاجة عنها، وما ما تعرفش ان الموضوع عادي. فادي نفسك فرصة تبدأ وما ما تستثقلش. بصوا ما تعملوش اي حاجة كده وخلاص، وما تقلقوش خالص وان شاء الله هتخلصها وهتخش الامتحان تحل كويس. فده كان دعم مني وبدعمكم وبدعم نفسي كمان، يعني انا برفع معنوياتي دلوقتي. معرفش ليه انا خايفة من المادة دي، بس ان شاء الله تكون بعد اللي انا عملته ده يكون كل حاجة تمام. وبالنسبة للمدرسين اللي هبدأ بالأول ان انا اتكلم عن اللي انا شفتهم وبعدين هقول لكم عن بقية المدرسين كلهم لو انتوا عايزين تشوفوا الفيديوهات التانية. زي ما قلت لكم في البداية انا اتفرجت على فيديو كامل بيشرح المنهج، فانا هقول كل المدرسين وانتوا شوفوا هترتاحوا مع مين اكتر واتفرجوا عليه. تمام. في البداية انا شفت مستر محمد زهران، اسفة يا جماعة اسمه احمد زهران، دي غلطة من الفيديو سوري، انا اللي غلطت فيها. تمام. اسمه مستر احمد زهران. خلصت المنهج معاه وبعدين حليته في اخر يوم كده اتفرجت على مستر اسمه محمد ناصر. هو محمد ناصر ده المستر ده لم المنهج كده كان بيقلبه في دماغنا زي ما تقولوا كده بيقلبه في دماغنا. اتفرجت عليه يجي 3 مرات. هو الفيديو زي ما قلت لكم كده 10 دقايق. وبالنسبة لباقي المسترات الأساتذة أو المستر التاني يعني هو عندنا مستر اسمه مستر أحمد أبو المجد، وهو شرح المنهج في 9 فيديوهات، يعني شرحهم على أجزاء ما شرحش المنهج كله مرة واحدة.
وساعات انا بحب الشروحات دي لما بكون ليا وقت ان انا اذاكر كمان، بس الوقت كان ضيق فعشان كده كنت عايزة ألم بسرعة، فاهمين انتوا؟ المستر اللي بعد كده هو مستر محمد أبو القمصان. شرحه في المنهج كله ولمه كده في ساعتين إلا تلت. تمام. في مستر تاني اسمه مستر أحمد فتحي، لم المنهج برضو كله في 3 ساعات إلا 10 دقايق. تمام. وبعدين أنا حليت بقى على المنهج. لما جيت أحل حليت في البداية مع مستر من قناة السلطان، لو انتوا عارفينها. هو حل المنهج كده في نص ساعة، بدأ إنه يحل حاجات من المنهج. وبعدين انا حليت تاني مع مستر على النت بيحل الكتاب، بس انا بصراحه مش فاكره اسمه. ممكن اسيبهولكوا على الشاشه، لو ما سبتهولكوا على الشاشه اكتبولي في الكومنتس وانا هكتبهولكوا. تمام. عشان ممكن ما افتكرش من الضغط اللي انا بصراحه دلوقتي فيها، لو ان انا مستعجله وبتكلم بسرعه اصلا، فيا ريت تكونوا فاهمين. بس ده كان الفيديو اللي انا عاوزه اقول لكم كل حاجه عنه. والجغرافيا وكده ما كنتش عايزه اقصر معاكم في الجغرافيا، اللي هي ماده اخر ماده كده، اللي هو مش عايزه ما اقولش الفيديوهات بتاعتها وكده. لسه قدامي اكتر من كام مادة علشان اخلص المنهج وكده واخلص الامتحان، فادعوا لي. بس ده كان الفيديو بتاع النهارده. ما تنسوش تحطوا لايك وشير وسبسكرايب وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل فيديو جديد اعمله على القناة. وبس. مع السلامة وباي باي.